السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال بإذن الله. النهاردة كده هنعمل غدوة حلوة، غدوة الدفا بقى. موصوفة للشتاء هي على ما اظن. ايه هي؟ طب المحشي؟ لا مش المحشي. حذروا فزروا كده، هنعمل ايه غدا النهاردة؟ هنعمل العدس. العدس اللي احنا بندلعه وبنقول عليه العدس. انا عايزه اعرف يا بنات، ليه بنقول على العدس هو اسمه عدس؟ ليه بنقول عليه عدس؟ بندلعه مثلا ولا ايه؟ قولوا لي في الكومنتات. ومين يا ترى اللي طلع على العدس ان هو عدس؟ يا رب ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. ان شاء الله نعمل العدس النهارده بطريقه حلوه. بس في الاول كده قلنا ايه؟ نعمل يعني نفطر مع بعض كده، نعمل كوبايه شاي حلوه كده خفيفه خالص خالص ومعلقه سكر. وايه علشان خاطر الانيميا يا بنات، الانيميا مدمرانا والله يا اخواتي. ان شاء الله باذن الله النهارده هعمل معاكم العدس ويا رب يعجبكم. ولو مش مشتركه في القناه اشتركي عشان خاطر حله العدس دي، وحطي لي لايك عشان خاطر برضو حلة العدس دي. وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا اغلى اخوات. عندي كيلو عدس هنا غسلته او فضيت نصه، يعني فضيت نصه وهغسله غسلة حلوة بعد ما بصيت فيه كده يكون فيه طينة او اي حاجة. برضو الحاجات المحاصيل اللي زي كده لازم نبص فيها مهما كانت نظيفة ومتأكدين من نظافتها، بس برضو ايه، ناخد لنا لفة فيها كده ونبص فيها كويس. وايه وبعد كده نطمن ان مفيش حاجة، لا حتة زلطة كده ولا حتة طينة كده. تمام على كده نغسلهم غسلة حلوة. وايه ونصفيهم بالمصفاية علشان خاطر ما يقعوش مننا في الحوض، حرام وده نعمة. تمام. وهعمل العدس بطريقة سهلة جدا جدا بدون اي اضافات، بطريقة زمان الاصلية وبطريقة يعني اي حد كان بيعمل عدس ما بيضيفلوش لا بطاطس ولا جزر. كان هما شوية العدس، وعايزة تحط شوية رز تمام، عايزة تحط شوية شعرية تمام، غير كده مفيش. يعني مفيش ابسط من كده. البطاطس شبعانين منها في القلية وفي الصواني والكلام ده كله. فايه هما شوية العدس كده، عايزين ناكل معلقة العدس تبقى طعمها عدس، ما نروحش لا ناحية الجزر ولا ناحية البطاطس، نروح على ناحية العدس على طول. ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. بصوا غسلت العدس وايه وحطيت له حوالي لتر ميه كده على النص الكيلو. وحطيت التوم ني. انت بتحط التوم كده من غير ما تشي؟ ايوه بحط التوم كده. اسمعوا مني، اللي بياكل العدس ويقول انا عندي حرقان من العدس، بس استنوا ما اقفل الشباك كده علشان ايه؟ الاضاءة تظبط والعدس يبان على لونه الاصلي. المهم اللي بياكل عدس وحاسس ان هو بيجيله حرقان، يعني بيجيلك حرقان بعد ما تاكل العدس بسبب ان انت بتطشي بالثوم، اسمعوا مني. جربوا كده تحطوا الثوم ني مع العدس وياخد ويغلي كده مع العدس من الاول خالص. هتبص والله تاكل العدس كأنك ما اكلاش اي حاجة. إيه طب اما انت حطيت العدس، حطيت الثوم كده، امال هتطشي بايه العدس؟ اصبروا معايا هتشوفوا كل حاجة ان شاء الله. بس ايه، المع كده البوتاجاز، نفسي اعمل عدس والبوتاجاز ما يبص مني، لازم العدس يفضفض على البوتاجاز. وحاجتين نفسي يعني نفسي اعملهم ما يبوظوليش البوتاجاز، العدس واللبن. اللبن لازم يفور، افضل واقفه جنبه علشان خاطر ما يفورش، وابقى واقفه جنبه علشان اول ما يفور بقى اوطي النار ولا كده. لا لازم ان هو يفور ويبوظ البوتاجاز. يلا الحمد لله. جبت بقى معلقة سمنة حلوة كده بلدي وشوية شعرية حلوين كده، يعني مش كتار علشان خاطر ايه، يعني الشعرية ما تبقاش كتيرة والشعرية بعد ما بتستوي بتنفش تمام. فهم شوية صغيرين كده، حوالي يعني حفنة في ايدك اقل كمان، نص كوباية من كوبايات الشاي. وبحمرهم حلو، ياخدوا اللون الحلو كده. وبعد كده هنزل فيهم بالعدس بعد ما خلطت العدس في الخلاط علشان هو كان استوى. خلطته في الخلاط عشان يبقى ناعم وحلو كده وكريمي معايا زي ما بيقولوا ولا ايه. وبعد كده جبت الشعرية وهديها ايه، تقلبتين تلاتة كده لحد ما تاخد لون حلو بس اهم حاجة اسويها علشان يعني ايه، يعني ايه اسويها؟ اضربها مثلا؟ لا يعني قصدي تحمريها كويس علشان خاطر ايه، تبقى يعني ما تحطيها في العدس ما ترجع بترد تاني بترجع للون الابيض فايه، بتبقى مش حلوة. لكن لما تحمريها كده حلو، بتفضل متحمرة وانت بتاكلي فيها بتبقى مستوية وطعمها حلو. وخلاص على كده نزلت بالشعرية بشوية الشعرية على العدس، وهسيبهم برضو على نار هادية لحد ما الشعرية تستوي. تمام. اغيب واقلب علشان خاطر العدس من السهل ان هو بيلزق في الحلة، وخصوصا الحلة اللي استانلس. والشعرية بتركز تحت فايه، فكل مدى بغيب وادي تقليبتين كده اهو.
على كده لحد دلوقتي انا ما حطيتش اي بهارات، لا كزبره ولا كمون ولا ملح ولا اي حاجه. هحطها مع الطشه اللي انا هطش بيها. طب انت هتطش بايه؟ هطش ببصل. يبقى انا حطيت التومه نيه في العدس، اللهم صل على حضره النبي. حطيت التوم ني وطماطمايه فقط لا غير، ما حطيتش اي حاجه تانية. ما شاء الله العدس بلونه حلو زي العسل اهو. شوية دهب يا ولاد، دهب غلي جدا، شوية دهب كده حلوين ما شاء الله. وعندي هنا البصلة، جبت بصلة حلوة هبشرها ناعم على قدر الامكان، علشان خاطر ايه ما تبقاش ظاهرة في العدس ويبقى شكلها مش حلو. بحاول ان انا اخليها مبشورة ناعم جدا، عشان إيه لما احطها في العدس بعد ما تطش بيها تبقى حلوة وما تبقاش ظاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلت لحد هنا حط لي لايك، ولو مش مشتركة اشتركي فضلا وليس أمرا. إن شاء الله بإذن الله ربنا يصلح حالنا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله أنا عندي أمل في ربنا كبير إن يعني قناتي هتنجح، وربنا رب كده يحبب فيها خلقه، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب يا رب يا رب. اهو عماله ابشر في البصل اهو، بحاول بقدر الامكان نعميها نعميها، عماله يعني ايه اقول لنفسي نعمي البصل عشان ما هو خلاص باظ البوتاجاز، ما تحاوليش، هيتغسل يوم العدس هتتدفي، يعني ناكل عدس وندفى وما ننضفش؟ لا ده بالعكس، هندفى ونقوم بقى كده دافيانين ونقوم نقلب البيت قلبة محترمة. حطيت معلقة سمنة على البصلة بعد ما بشرتها. بدأت ان انا اتوه معاكم معلش. مشغولة في البوتاجاز بفكر في بلمع بس برضه هيعوز ان هو يتغسل ويتنضف. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. المهم حطيت معلقة سمنة على البصلة، وهدي بقى هقلب فيها لحد ما تاخد اللون الحلو ده. تحاولي ما تحرقيهاش علشان ما تغيرش لون العدس معاكي، يعني يا دوبك تاخد اللون الحلو الاصفر ده وخلاص على كده. نزلت هنا بالملح والكزبرة والكمون، هي دي بهارات العدس فقط لا غير، لا هنزود حاجة تانية ولا تالتة، هم دولت وبس على كده فضل وعدل. حابة تحطي شطة تمام، شطة كده بعد ما تخلصي تغرفي كمان، علشان خاطر لو عندك الولاد الشطة ما تتعبهمش ولا تزعلهم، لان انا في اوقات كتيرة او اكلات معينة عيالي ما بيحبوش فيها الشطة، بيزعلوا لما بحط فيها الشطة. عندك البيتزا لو حطيت لها يعني علبة شطة ما يزعلوش، يعني عشان بيتزا بقى. لكن حاجات تانية بيبقوا بيتلككوا، اللي هو لا ده شطة انا مش قادرة اكلها. طب يا حبيبي ده حلوة، ده ما فيهاش، ده مش عارفة ايه برضو، علشان هم اساسا مش عايزين ياكلوها. ربنا يصلح حال ولادنا جميعا يا رب، ويعني نشوفهم في احسن الاحوال يا رب. وبكده خلاص اهو، بص ما شاء الله شوية العدس حلوين، بقول لكم دهب دهب اصلي، ده مش تقليد ولا صيني ولا الكلام ده كله. وخلاص على كده نزلت بالعدس على البصلة. وخدي بقى شوية عدس حلوين، تاكلي العدس لا تقولي حرقان ولا الكلام ده كله. اسمعوا مني وجربوا ان انتوا تحطوا التومة نية في العدس، وان شاء الله بإذن الله هيعجبكم، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوا الطريقة دي. وبصوا شوية الشعرية زي العسل في العدس. يا سلام لو اقدر ادوقكم كل واحدة كده. يعني لازم يعملوا لنا حاجة، اللي هو يعني ما هم اخترعوا حاجات كتيرة جت على دي يعني. وخلاص على كده هسيبه بقى ياخد يمتص الطشة، هسيبه ياخد له غلوتين كده يمتص الطشة البصلة وكده. وغرفت هنا اللهم بارك. بص ما شاء الله يا سلام بقى لو معلقة سمنة بلدي تتحط على الوش. وبعيد انت كده مش عارفة بتوع التوابل دول التعبيني مش مريحيني، شكلي هرجع للقديم. وكمان هنا كام رغيف عيش محمصين زي الفل كده، عدس يعني شوية عيش محمصين نفتفتهم في العدس، وناكل احلى شوية احلى طبق عدس وشوية سلطة على شوية زيتون، ويا سلام لو حتة جبنة قديمة. وكلي واتفي واللهم بارك، حاجة يعني عظمة على العظمة. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويصلح ما بين ايدينا جميعا يا رب. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. ولو مش بيوصلك إشعار الغي الاشتراك وارجعي اشتركي تاني. وربنا يديمكم نعمة في حياتي أغلى أخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.